تصوروا معايا تبغي راجل من قلبك وما عمرك خسرتي ليه خاطرو وفي الاخر تكتشف انه كيخطط باش يقتلك. شنو غدير؟ واش غتواجهو ولا غديكلاري بيه ولا غدير هادشي اللي دارت هاد السيده اليوم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقصه جديده. هاد السيده سميتها ايفا، زيده في شيكاغو، جنسيه امريكيه. الاب ديالها كان كيدير رياضه الكيك بوكسينغ، ودخل البنت ديالو في واحد السن صغيره تدرب وتتعلم وتفوقات وربحات بزاف ديال البطولات والميداليات. ومن بعد انتقلت لمدينة أخرى في ميريكان وكملت في المسيرة ديالها في رياضة الكيك بوكسين، ولات كتنافس مع محترفين كبار ديال الكيك بوكسين. وفاش وصلت لسن 18 سنة تعرفت على واحد الشاب عنده 22 عام، تزوجت بيه وولدت زوج ديال البنات. الزواج ديالهم تقريبا دام واحد 5 ديال السنوات، ومن بعد قرروا باش يطلقوا. من بعد ما تم الانفصال بيناتهم، ايفا حست بالوحدانيه، خصوصا ان الاطفال ديالها بقاو مع الاب ديالهم، وهي عاشت بوحدها وبقات كتمارس رياضه الكيك بوكسين وتكونسونطرات ليا مزيان على الكيك بوكسين. من بعد ما بدات كتمارس مهنه التدريب، وبحكم المهنه ديالها بدات كتعرف على مشاهير ديال رياضه الكيك بوكسين. المهم حتى لهنا كانت الامور غاديه مزيان. وما بين المتدربين اللي كانوا عند ايفا واحد البنت، وبغيتكم تعقلوا عليها مزيان، سميتها لوسيا. هاد لوسيا كبرت في واحد البيئه صعيبه بزاف بدون اب ولا ام، وعاشت مع خالتها ودخلت عالم البليه والاجرام والمخدرات وتشدات في الحبس، وكانت مرونه هاديه بصح. ملي غتخرج من الحبس غتلاقى مع ايفا اللي غتشد معها الطريق مزيانه، وما كاين غير الماكله والسبور، وغتبعدها على اي حاجه عندها علاقه بالاجرام والمخدرات. ولوسيا غادي تبلا بشي حاجه سميتها الكيك بوكسين، وغتحول لوسيا من شخصيه اللي كانت منحرفه لشخصيه مثاليه وعندها اهداف في الحياه، وبغات تبدل من طريقه العيش ديالها. وهذا الشيء كامل بسبب ايفا. ايفا في سنة 2010 غتتعرف على واحد السيد جديد، والطريقة التعارف ديالهم كانت عجيبة. خارجة من الباتيسري وهازة حلوة ديال عيد الميلاد، وهو داخل الباتيسري كيهضر في التليفون وحاضر راسو. دخل فيها وطاحت ليها الحلوة من ايديها، اعتذر منها ودخلها باش ياخد لها زعما حلوة اخرى، ولكن هي ما قبلاتش يخلصها ليها. هاد السيد سميتو مايكل. مايكل شاف ايفا عجباتو، قال لها بحال زعما دارها سبه، قال لها الا ما بغيتيش نخلص لك الحلوه على الاقل قبلي غير تغداي معايا نعرض عليك. صافي هي وافقات، وتما بدات العلاقه ديالهم، بداو كيخرجوا مره وصارحاتو باللي ديجا كانت مزوجه وعندها زوج بنات، وبانهم عايشين مع الاب ديالهم، والعلاقه بيناتهم زادت تطورات. صافي حتى 2012 غادي يتزوجوا، وايفا غتقول لمايكل غنمشيو ندوزو احسن شهر العسل. مايكل رفض، قال لي هادوك الفلوس اللي غنمشيو ندوزو بهم شهر العسل غنستغلوهم باش نخرجوا بهم الجرين كارد. والجرين كارد هي الاقامه الدائمه في امريكا، حيت هو ما عندوش الجنسيه الامريكيه وكان عايش غير في البرازيل، والزواج ديالو من ايفا غيسهل عليه الجنسيه. قدر مايكل انه يصاوب الجرين كارد ويجيب معاه وليداتو من مراته الاولى يعيشوا مجموعين في دار وحده، وايفا ما كانش عندها مشكل في هذه القضيه. الامور كانت حتى لهنا على ما يرام، واخا كانوا شويه ديال المشاكل في كاع لي كوبل. ايفا كان الحلم ديالها تكون عندها صال دو سبور، ومايكل ساندها في هذه القضيه بحكم حتى هو كان ولد السبور وعنده تجربه في هذا المجال، وبغاها تحل لا صال دو سبور. وبالفعل حلوا لا صال، وكان الاقبال كبير عندهم في ديك لا صال من الشهر الاول. كان عندهم عدد كبير ديال المنخرطين، وهي بدات كتدرب البنات وهو كيدرب الرجال. مايكل كان كيدخل مدخول محترم من داك لاصال، وكان مهلي في ايفا الزوجه ديالو. واخا كان المشروع ديالها، ولكن ما كانش كيقرب ليها الصالير ديالها. كان مهلي فيها الكادوات المجوهرات واي حاجه احتاجتها زعما كيحضرها ليها. وقدر انه يشري منزل كبير زوين على 2 طبقات وكراج. حتى لهنا كلشي كان غادي على ما يرام. بداو المشاكل بشويه، ولاحظت ايفا ان مايكل بدا كيتبدل عليها والتصرفات ديالو ما بقاتش معها فحال الاول. ولاحظت ايفا باللي المدخول ديال لاصال ما بقاش كيف كان، مع ان المنخرطين كيتزادوا. ايفا غمضت عينيها على هاد القضيه، حيت فيما كتجبد معاه هاد الموضوع كان كينوض بيناتهم صداع، وكيدور فيها واش كتهميني بالشفره. وزائد هذا المشكل اللي كاين مشكل اخر، هو انه ما كانتش ايفا كتبغي مايكل يدوز وقت كبير مع ولادو من الزوجه الاولى. هو كان كيبغي ولادو بزاف ومهلي فيهم وكيصرف عليهم، وهذه راه حاجه طبيعيه، راهم ولادو. وحتى هي كان مهلي لها في بناتها فاش كيجيو عندها في العطله ولا في الويكاند، كان كيخرجهم ويشري لهم الحوايج وكيعاملهم بحال وليدات.
دابا هنا اكيد غتكونوا كتسائلوا شكون الشرير في هذه القصه، ياك واش ايفا ولا مايكل؟ وصلت لدرجه ايفا انها ما بقاش كتحمل وليدات مايكل، وتا هو ما بقاش كتحمله. بقوه المشاكل اللي كانوا بيناتهم بدات كتحس بيه كيتعامل معها غير مزيان في ديك الوقيته، غير حيت كان خاصو ياخذ الجنسيه، وهي بحكم انها عندها الجنسيه كانت غتسهل عليه باش ياخذها. وملي تمكن انه ياخذ الجنسيه ولات حالته الماديه مزيانه ولا باغي يفك معاها. تزادوا المشاكل بيناتهم، ونهار على نهار بداو كيكرهوا بعضياتهم، وبقاو على هذا الحال مده 3 سنوات. بمعنى اخر بدا كيبين لها بلي ما بقاش محتاجها في حياته. وهنا السؤال المطروح: واش مايكل تزوج من ايفا عن حب ولا كان طامع في الوراء والجنسيه؟ الوضع زاد تكفس بيناتهم ديال بصح من بعد مايكل سكن مع وليداتو بوحدهم في الطابق الاول، وهي بقات بوحدها في الطابق الثاني، لدرجه حتى السلام ما بقاتش كدور بيناتهم. واحد النهار مايكل جاب ورق ديال الطلاق من عند المحامي لايفا، وداير ديكلاراسيون بانها كتشرب حتى ما كتبقاش تعقد على راسها، وكتعنف ليه ولادو وكتكرفس عليهم وكتعنفو حتى هو. مايكل علاش دار هاد القضيه؟ خاصكم تعرفوا بلي القانون الامريكي ملي كيطلق الراجل والمراه الممتلكات ديالهم كيتقسموا بيناتهم بالتساوي، ولكن الا كان التعنيف ديال المراه في هذه الحاله كتاخذ المراه اكثر من الرجل في الممتلكات، خصوصا الا كانوا بيناتهم وليدات. الحصه ديال المراه هي اللي كتكون الاكبر، وهو سبق هو الاول دار هكا باش في التقسيم ما يحيدوش ليه الممتلكات ديالو وتبقى هي على الدص. ايفا قدرات تثبت البراءه ديالها من ديك القضيه والخطه ديالو فشلات. هنا غنرجعوا لقصه البنت اللي كنت قلت لكم عقلوا عليها مزيان اللي سميتها لوسيا. ملي ايفا حلت لاصال خدمت معها لوسيا كمساعده كتكلف لها بالتدريب وشي مسائل اخرى. لوسيا واحد النهار جات في الصباح بكري حلت لاصال بحكم هي اللي كتدخل الاولى وكتسبق ليك ليه. من وراها دخل مايكل ومعاه واحد الصديق ديالو، دخلوا للفيستير كيبدلوا، وهي كانت في الطواليت ما شافوهاش وسمعتهم كيهضروا. ومايكل كيقول لصاحبو بلي كيقلب على شي حد يرتكب جريمه القتل، وقال لي صاحبو بلي كاينه واحد العصابه في البرازيل متخصصه في القتل، تقدر تكلف لك بداك الشيء اللي بغيتي. لوسيا ملي سمعتهم قالت مع راسها او مايكل باغي يقتل شي واحد. لوسيا كانت عارفه بالمشاكل اللي بينه وبين ايفا، وشكات باللي هاد الشخص اللي باغي يقتل مايكل هو ايفا. في العشيه ملي سالاو الخدمه مشات لوسيا عند مايكل وقالت ليه باللي راني سمعت كل شيء الصباح وكاع داك الحوار اللي دار بينك وبين صاحبك. دابا غادي نسولك واش الشخص اللي بغيتي تصفيها ليه هي مراتك ايفا؟ جاوبها بكل ثقه طلعت ليا في راسي وبغيت نتخلص منها في اقرب وقت. لوسيا بحكم ان ايفا صاحبتها مزيان وعتقتها من الانحراف ووقفت معها حتى خدماتها، لوسيا ما نساتش الخير ومشات عند ايفا وعاودت ليها كل شيء. ايفا قالت لها شنو ندير، واش نمشي لعند البوليس نبلغ، واش نواجهه، شنو ندير؟ لوسيا هنا قالت لايفا بركي ما ديري والو، سمعي انا درت مع مايكل باش نعاود نتلاقى معاه ونشوف واش بصح ناوي يقتلك ولا داكشي قالوه غير ساعه غضب وصافي. طلقت لوسيا مع مايكل في الطوموبيل حدا واحد الشارع قريب لاصال، ولوسيا قالت لمايكل شوف انا حياتي كلها دوزتها في التشرد وكنت مشدوده في الحبس وكنت كنتعامل واحد العصابه متخصصه في القتل ونقدر نساعدك في هذا الموضوع. وكانت كتسجل الحوار كله اللي كان كيدور بيناتهم. قال لها ولكن انا ما بغيتش نبان في الموضوع. قالت ليه ما تخافش، كاين السيد اللي غيتكلف وغيكون معاه شخص اخر غيعاونو وغتبان القضيه فحالها غير سرقه وسالات بالقتل. وغير تهنى من هاد الناحيه، وبطبيعه الحال كان كلشي كيتسجل. المهم مايكل عجباتو الفكره وقال ليها حتى انا غير غنعرفكم قتلتوها غندير راسي حزين وغنمثل باللي مدمر حيت مشات ليا مراتي، وكيقولها بكل الاستهزاء وكيضحك. ملي تفرق مايكل مع لوسيا مشات لوسيا نيشان عند ايفا وسمعتها التسجيل كله. هنا ايفا تصدمت عمرها وبدات كتسائل او واش هذا هو الراجل اللي ثقت فيه وبغيتو وعاونتو وكنت كنتعامل معاه مزيان؟ واش انا كنحلم؟ سكنته هو وولادو في داري وصوبت ليه الجنسيه والوراق وخدمته معايا ووقفته على رجليه وفي الاخير يكون هذا هو الجزاء ديالي. هنا ايفا تخلطوا عليها كاع الاحاسيس، حسيت بالحزن وبالشمتة في نفس الوقت. دابا هنا كلكم كتسائلوا علاش مايكل باغي يقتل ايفا. مايكل كان عارف باللي 50% من الممتلكات غتاخدهم ايفا وهو كان باغي ياخد كل شيء، وقال مع راسو الا قتلتها غيبقى ليا كل شيء. هادشي علاش بغى يكلف قاتل مأجور يخلصوه من ايفا. لوسي عطات التليفون ونمرة جديدة لإيفا باش تمثل على أساس أنها هي القاتل المأجور.
لوسيا قالت لمايكل باللي القاتل غادي يتواصل معاك باس ام اس، وبالفعل ملي تلاقى مايكل مع لوسيا تواصل معها باس ام اس وجاوب على كاع التساؤلات اللي تيسول مايكل. وايفا كانت كتجاوب باس ام اس على اساس انها هي زعما القاتل المأجور، على الطريقه ديال القتل والثمن وكاع الاجراءات باش يتم القتل. هنا ملي لوسيا وايفا جمعوا كاع الادله اللي كتبين باللي مايكل باغي يقتل ايفا، مشاو نيشان عند البوليس. ولوسيا شرحت للبوليس باللي راها ديجا عندها سوابق، وايفا كانت عارفه داكشي علاش تكلفت ليه بالعمليه باش يثيق فيها. وعارف مايكل باللي في عالم الاجرام ما تقدرش لوسيا تمشي لعند البوليس حيت يقدروا يصفيوها ليها، حيت زعما هي كانت كتنتمي لعصابه القتل. المهم البوليس تصدموا من هاد القصه وتصدموا حتى من كميه الادله اللي جمعوا ليهم، يعني بحال داروا خدمه ديال البوليس هنا شكروهم وقالوا لهم باللي غادي يزيدوا يعمقوا البحث اكثر ويتاكدوا باللي واش مايكل عنده نيه القتل والتصميم على القتل ولا غير كيهضر، حيت نيه القتل بوحدها وصارم في القتل بوحدها. هنا البوليس داروا واحد الخطه خطيره باش يطيحوا مايكل في الفخ ويتاكدوا مزيان وتكون الادله اللي تدينو. واحد من البوليس اتصل بمايكل ودار راسو هو القاتل، والبوليس اختاروا بوليسي اصله برازيلي باش يقدر يهضر مع مايكل باللغه البرتغاليه. وهذا اللقاء كان مسجل بالصوت والصوره. قال ليه واش متاكد باللي باغي تقتل مراتك؟ جاوبه هو قال ليه قال ليه راه كاين طرق اخرى ممكن نضربوها نعطبوها. جاوبه هو مصمم على انه باغي يقتلها، وقال ليه بغيتك تقتلها وبدون تردد، وقال لي وبغيتك تقتلها في هذا الشهر قبل ما توصل جلسة الطلاق، حيت الا ماتت قبل من الطلاق غادي ناخذ كاع الممتلكات ديالها، الفلوس، الدار، لاصال. سالاو المحادثة هبط مايكل لكيشي تيرا 6000 دولار وعطاها هكا تسبيق للبوليسي باش يقتل الزوجة ديالو. هاد الدلائل كلهم كانوا كافيين باش يغرقوا مايكل، ولكن البوليس كانوا باغين يزيدوا يغرقوه وما يخليو حتى شي محامي فين يدافع عليه. وهنا البوليس طاحت عليهم خطة اخرى. قالوا لايفا غتمثلي انك ميتة ومضروبة بالقرطاس لراسك ومليوحة في حفرة. تصوروا على احساس غتمثلي انك انتي ميتة. المهم الشرطه خدات ليها صور وهي مضروبه بالقرطاس في حفره هاد التليفون باش ما تستعملوش بالغلط، ودخلوها لواحد الغرفه باش تغبر وتنجح الخطه ديال البوليس. المهم عيط البوليسي لمايكل وقال ليه بالخطه راها نجحات وايفا ماتت وخاصك تجي تكمل لينا الفلوس ونوريك الدليل انني قتلتها. بالفعل تلاقى مايكل مع البوليسي وكانت الطوموبيل كلها كاميرات. وطلع مايكل للطوموبيل وقال ليه البوليسي باللي اختطفوا ايفا وداوها لواحد البلاصه مهجوره وقتلوها ودفنوها في واحد الحفره، ووراو تصاورها مقتوله ومضروبه في راسها بالقرطاس. هنا البوليس وايفا ولوسيا كان عندهم واحد الفضول كبير باش يعرفوا شنو غتكون ردة الفعل ديال مايكل. واش ملي غيشوف ايفا مقتوله غادي يحزن ويجيه تأنيب الضمير ولا غتكون عنده شي ردة فعل اخرى؟ بالفعل مايكل ملي شاف التصاور بدا كيضحك واحد الضحكه مختلطه بالفرحه. وهنا عرفوا باللي مايكل غادي يغرق وحتى شي محكمه ولا شي قاضي ما غادي يتعاطف معاه. وهنا قال ليه البوليسي غادي خصك تعطيني داكشي اللي اتفقنا عليه. كانوا اتفقوا على شي 50,000 دولار. عطاه منها شي حاجه وقال ليه من ورا الجلسه نكمل ليك، يعني ملي ياخذ الممتلكات ديال ايفا. وقبل ما ينزل من الطوموبيل ضحك واحد الضحكه كتبان فيها مرتاح وقضى الغرض ووصل داكشي اللي كان كيخطط ليه. الغد ليه بحكم ان ايفا عند البوليس في غرفه محروسه وما عندهاش التليفون، ولادها والاخت ديالها تخلعوا عليها وعيطوا على مايكل سولوه على ايفا باللي كيصونيو عليها وتليفونها ما كيجاوبش. جاوب باللي حتى هو ما عارفش. وفي نفس داك الصباح كانوا جاو البوليس عند مايكل، نفس البوليس اللي كيسولوا مايكل زعما على ايفا واش ما شافهاش. لقاوه في لاصال كيدرب وقالوا ليه جاتنا الخبر باللي ايفا مختفيه واختها وولادها جاو كيسولوا عليها واش عرفتيها فين كاينه. جاوبهم باللي سيمانه ما شافهاش وما كيهضروش اصلا حيت واقفين على الطلاق. وشي هذا دليل زايد على ان مايكل مازال مكمل في الخطه ديالو وانه ما تنادمش معاه الحال. وديك الساعه وبدون تردد البوليس اعتقلوا مايكل وداو غرفة التحقيق. هو ما بغاش يهضر، قال لهم تيحضر المحامي ديالو. جاوبوه الشرطه قالوا ليه مرحبا، خلوه في الحجز واتهموه بتهمه التآمر بالقتل وبقى معتقل مده 15 شهر حتى النهار غيشوف المحامي ديالو وغادي يقول ليه الحقيقه كامله.
وباللي كاع الادله كافيه باش تصيفطك مؤبد. ونهار المحاكمة مايكل عاود الحقيقة كاملة للقاضي زعما باش يخفف عليه الحكم. ايفا ما كانتش راضية بالحكم وبغاتو يتحكم مؤبد، ولكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مريحاها انها تفكات من داك المصيبة اللي كان عندها، وفي الاخير هي اللي دات كلشي، وهو اللي كان باغي كلشي ما دار والو. طمع طاعون. مايكل كان باغي كلشي، في الاخير ما خرج بوالو وزيد ب20 عام ديال الحبس. كنتمنى تكونوا استمتعتوا وانتم كتسمعوا لهاد القصة. كنضرب لكم موعد جديد وقصة جديدة. الى اللقاء.